السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على احلى واجمل اخوات. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلته. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة مكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وسريعة جدا، وكمان هنعملها النهاردة بالفراخ مش باللحمة المفرومة. خليكي معايا لاخر الفيديو، متأكدة ان هي هتعجبك وكمان اخف من اللحمة المفرومة. بجد الولاد بيعشقوها جدا وكل شوية بيطلبوها مني، فخليكي معايا لاخر الفيديو. زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنجهز المقادير جنبنا عشان ما ننساش حاجه، وكمان بنسهل على نفسنا طريقه اكتر من ان انت تدنيكي رايحه جايه وكده. اول حاجه هبدا اجيب بوك على النار، احط فيها معلقه من السمنه، معلقه من الزيت، واول ما يسخن كويس جدا لازم السمنه والزيت يسخنوا كويس قوي، وبعد كده ابدا انزل بالفراخ متقطعه مكعبات زي ما احنا شايفين مع بعض، ومش هقلبها خالص لغاية ما تاخد الصدمة وتحتفظ بالسوائل بتاعتها. وبعد كده لما تاخد لون ابدأ اللي انا اقلبها. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسيش الاشتراك وكومنت جميل زيك علشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد، واللايك اهم من اي حاجة علشان القناة ترفع معايا والمشاهدات تعلى معايا، وربنا يبارك لكم ويحسن ما بين ايديكم، اللهم امين. اول ما خدت معايا لون هركنها على جنب كده، وهحط البصل. معايا بصلايه كبيره متقطعه مكعبات، لو معاكي بصل صغير يبقى بصلتين متقطعه مكعبات زي ما احنا شايفين كده. الافضل ان انت تقطعيها بافضل من الكبه، بتبقى افضل كتير في الطعم. وهبدا اللي انا اقلبها زي ما احنا شايفين كده لغايه ما تدبل معايا. واول ما تدبل معايا كده هبدا اللي انا انزل بالبهارات، عباره عن معلقه فلفل، معلقه كمون، معلقه بودره بصل، ومعلقه ملح. ما تزودش في البهارات عشان طعم الحاجه ما يتغيرش معانا. وهديها تقليبه كده واركنها على واحطها على اصغر نار لغايه ما تستوي معايا وتكمل سواها. طبعا هي بتاخدش وقت خالص. وبعد كده هبدا اللي انا اعمل البشاميل. معايا 5 معالق من الزيت على سمنه، ممكن سمنه بس وممكن زيت بس، اللي متاح عندك اعملي بيه. و6 معالق من الدقيق، ولو عايزاها ان هي تبقى يعني السمنه بتاعتها اكتر هتحطي 6 معالق سمنه 6 معالق زيت، بس انا هنا مقلله. وهتشوفي كمان هيطلع معانا ازاي جوسي وجميل جدا ما شاء الله. هنا الميه غلت بتاعه السليق المكرونه، حطيت كيس ونص من المكرونه. الصينيه اللي هعملها تاخد معايا كيس ونص على حسب برضو افراد الاسره. وطبعا حطيت فيها ملح برضو، معلقه صغيره من الملح. وهنا البشاميل الدقيق اول ما ياخد معايا لون كده ويبدا اللي هو يصفر حاجه بسيطه جدا وتشم ريحته كده، هتنزلي بكيلو من اللبن الساقع، مش سخن، هيكون ساقع. تنزلي بيه مره واحده وتقلبي على طول. مين اللي لسه ما صلاش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله مش مكتل معايا خالص. وهنا المكرونه اتسلقت معايا نص سلقه، ما تسلقهاش سلقه كامله عشان هي لسه هتكمل سواها في الفرن وتبقى كمان معاكي مش معجنه خالص. وهنا البشاميل زي ما احنا شايفين لسه بقلب فيه وايدي فيه. حطيت معلقه من الملح، طبعا الملح حسب رغبتك، ومعلقه صغيره من الفلفل مش اكتر من كده. وتقلبيه لغايه ما يبقى كريمي معاكي كده. هوريكم القوام دلوقتي اللي احنا عاوزينه. وهحط معلقتين من الجبنه الموزاريلا، مش متاح عندك جبنه موزاريلا مفيش اي مشكله، بس هي بتدي طعم جميل. او جبنه رومي المتاح عندك، مش متاح عندك لا ده ولا ده مش مشكله، نقدر نستغنى عنه، ده اختياري طبعا. شايفين ده القوام اللي احنا محتاجينه وعاوزينه، القوام الكريمي الجميل ده، لا هو تقيل ولا خفيف خالص. وهبدأ اللي انا ادمج المكونات مع بعضها. جبت صينية مدهونة من الزبدة، وهبدأ احط 5 كبشات كده من البشاميل في قاع الصينية، وتقلبيهم تقليبه كويسه كده وتركينيها على جنب. وبعد كده هنجيب المكرونه، احط برضو 5 كبشات من البشاميل لان احنا عاملين كميه ما شاء الله كويسه. وطبعا الكيلو اللبن بنزود عليه ممكن كوبايتين من ميه سليق المكرونه عشان نزود الكميه، بتبقى جميله جدا.
لكن لو عايزاه تقيل مش هتزودي الميه خالص من سلق المكرونه، ولو عندك شوربه برضو تقدري تزودي، بتبقى جميله جدا. هنا حطيت 5 كبشات من البشاميل على نص الكميه، مش الكميه كلها، وهبدا احط الكميه اللي انا قلبتها بالبشاميل في قاع الصينيه زي ما احنا شايفين، لان الباقي هنحط عليه بشاميل من الفوق، فمش هيحتاج اللي هو يتقلب ببشاميل زي ما احنا شايفين كده. هنا حطيت الكميه وهبدا احط الفراخ اللي هو الحشو اللي احنا عملناه مع بعض. ما تنسوش تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتذكروا الله، ويا ريت تحطوا اللايك علشان تشجعوني وتقولوا لي كومنت جميل زيكم، عشان بيفرق معايا جدا وعشان استمر معاكم ان شاء الله. هنا حطيت الطبق الباقي المكرونه، وهحط برضو معلقتين من الجبنه الموتزاريلا كده، مش عندك استغني عنها خالص، ده اختياري. وهبدا احط باقي البشاميل. طبعا ممكن بمعلقه كده تدخلي البشاميل اللي جوه كده في الفراغات اللي موجوده، وتسويه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا هدخلها الفرن، بس مش هنحط عليه على الوش بيض خالص. ممكن تحطي جبنه موتزاريلا، بس احنا حاطين جبنه موتزاريلا في البشاميل، فمش هنحتاج كمان ان احنا نحط على الوش. عايزه حطي هتديله لون احسن واجمل كمان. زي ما احنا شايفين مع بعض كده خلاص دخلت في السوا، وهنا خلاص طلعتها من الفرن. وطبعا يفضل ان هي تتقدم سخنه، هتبقى جميلة جدا، غير لما تبرد. لو انتي عايزاها متماسكة هتسيبيها تبرد شوية، لكن احنا بنحبها لسه طالعة من الفرن كده وتتاكل، بتبقى جوسي وجميلة جدا. اللهم بارك. والطعم حكاية بجد، احلى واجمل من اللحمة المفرومة، وخفيفة جدا زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اللي انا اقطعها، وابدأ اللي احنا نطلعها. شايفين ما شاء الله سايحة ونايحة زي ما بيقولوا ما شاء الله، ولسه سخنة مولعة نار، لسه طالعة من الفرن. ما شاء الله الشكل يفتح النفس. اتمنى ان انتوا تجربيها وتقولي لي رأيك في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. وما تنسوناش من دعواتكم الجميلة ولايكاتكم الجميلة وكومنتاتكم الجميلة، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا حبايبي.